السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. إذا ما زلنا مع قضية المدرب جمال بلماضي الذي لم يحسم مستقبله بعد مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وراه في أخذ ورد بينه وبين رئيس الاتحادية وليد صادي. لكن اليوم فجرها صاحب أقوى قناة رياضية جزائرية يتحدث فيها عن المنتخب الوطني، أخبار وكذلك يعني الكثير والكثير من المنوعات، واللي هو معروف بعمو هشام. يعني فجر أخبار من العيار الثقيل وهي كالآتي. إذا عمو هشام يفجرها وينقل الأخبار التالية، حيث قال: ما يقال حول إقالة جمال بلماضي أكاذيب غرضها تشويه سمعة بلماضي ليظهر على أنه لم يرد الذهاب لأجل الأموال. من قبل 3 أشهر أخبرتكم أنه في حال رئاسة سادي للفاف سنخرج من الدور الأول في كان الكوديفوار وسوف تسمع هتافات بلماضي ديجاج. أخبرت بلماضي عبر رسالة بأن يستقيل لأن كل ما يحدث له بعد إسقاط زتشي هو عملية ممنهجة، وأنه لن يمر من الدور الأول مهما كانت قوة المنتخب، بعد ضمان عدم حصول الجزائر على 6 نقاط في المقابلة الأولى والثانية بحرمانه من 4 أهداف كاملة وشرعية عبر ضربات جزاء وهدف منجح الذي تم إعادته بكاميرا غير مستقرة وليس بتقنية الفار. تم تقديم تشكيلة المقابلة الثالثة بالتفصيل إلى مدرب موريتانيا، حيث يقوم بتحضير تشكيلة لم يتوقعها بلماضي. صادي أخبر بعض اللاعبين قبل آخر لقاء بأن الناخب الوطني لن يبقى حتى في حالة التأهل. إذا من هذه الأخبار المفاجئة بطبيعة الحال أنه كل شيء كان عبارة عن ممنهج ضد بلماضي، عبارة عن حملة ضد بلماضي. يعني كما نشاهد في هذه الأخبار أنه بعد ضمان عدم حصول الجزائر على 6 نقاط في المقابلة الأولى والثانية بحرمانه من 4 أهداف كاملة وشرعية عبر ضربات الجزاء وهدف بونجاح الذي لم تتم إعادته بكاميرا غير مستقرة وليس بتقنية الفار، تم تقديم تشكيلة المقابلة، يعني تشكيلة منتخب الجزائر ضد موريتانيا قد تم تسريبها. هذه عبارة عن أخبار يعني سوف تزلزل الشارع الرياضي. ونكمل معك. إذا يكمل عمو هشام قائلا: مشكلة التحكيم كانت من الجزائر، وهناك اتصالات مع مدربين أجانب قبل بداية الكان. المدرب الذي سيكون للمنتخب هو صديق للصحافة ولهم معه معرفة منذ سنوات. بلماضي كان يعلم بما سوف يحدث ولكنه لم يصدق الأمر واعتبره مجرد مخاوف وغيرة على المنتخب الوطني. أغلب الشعب يريد بقاء بلماضي رغم النكسة، ولكن الإعلام يظهر العكس عمدا لتغليط الرأي العام. إذا من خلال هذه الأخبار أظن بأنه كل شيء كان ممنهج ضد بلماضي، حتى أنه فيها أخبار تفيد أنه بداية البحث عن الناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني كانت من تربص أبو ظبي ومن نهاية مباراة مصر التي تعادلنا فيها 1-1. يعني كل شيء كان ممنهج، كل شيء كان يتم التخطيط له في الخفاء. بلماضي لم يكن يعلم بأي شيء، لكن الاتحادية وبعض الأطراف الأخرى كانت تقوم بمجموعة من المشاورات، مجموعة من الحوارات مع مختلف المدربين، كانوا يبحثون عن مدربين، يعني حتى أنه وصلت بهم إلى الحديث عن المدرب ونحن في الكان. يعني حتى أن الاتحادية لم تعطي الفريق الوطني أي اهتمام، ولم تضع في الحسبان أنه لو كانت تسرب مثل هذه الأخبار سوف يصبح المنتخب يعني لن يقدم أي شيء. بطبيعة الحال لم نقدم أي شيء في الكان، وهذا بسبب ما عانيناه. يعني حتى ولو كنا نملك تشكيلة قوية، تشكيلة العالم، تشكيلة فيها أبرز اللاعبين، وفي ظل التحكيم وفي ظل ما يعني أن نقلته لكم في هذا الفيديو لن نمر إلى الدور الثاني ولن نكون في الدور الثاني. وهذا ما فجره صاحب قناة في العارضة عمو هشام المعروف، عنده أكبر قناة الآن راهي يمكن أن نقول بأنه فيها أكثر من 890 ألف متابع، وهي أكبر قناة رياضية جزائرية.